عسلامة الناس الكل. كان تدوروا في لي ريزو سوسيو الكل انستغرام تويتر فيسبوك يوتيوب، تشوف الكومنتات تاع العباد، تحس العباد شيخه. حتى كي تحكي معاهم العباد شيخه بالملاعبيه نتاع ليكيب ناسيونال، رغم اللي في لي دو ستاج اللي فاتوا العباد نوعا ما كرهتك الجو نتاع ليكيب ناسيونال وبدات تبعد بشوي بشوي. قاعدين يرجعوا وبدينا نحلموا رغم اللي لي دو ستاج قبلهم كنا نحلموا، لكن كي صاروا الماتشات هذوك الكل وشفنا الروندمون تاع المنتخب التونسي العباد قويمها بردت. توا بدات ترجع الحلمه نوعا ما، على خاطر يقول لك صحيح معناها لونترينور هو هاكم تشوفوا معناها برشا باجي وبرشا اختيارات غلطه، لكن كيفاش بنوعيه نتاع اللاعبيه هذوما ما نعملوش حاجه مزيانه. ربي معانا اخويا. تشوف العاشوري بعد التالق الكبير العباد فرحانه به، العباد تبارتاجي، العباد شيخ توانسه شيخين. غادي التونسي يحب الكوره يعشق الكوره، خاصه كي يشوف نيفو كيما هكا. التونسي راهو كي يحب يفهم كوره، فهمتي ولا؟ دونك شفنا التألق نتاع العاشوري في الشامبيونز ليج، وبعد برشا اعوام فريقه كوبنهاجن ترشح ويتيام دو فينال، ويمكن باش يتيح كونتر فريق كبير. تو بعد القرعه تخلينا نعرفوا شكون الفريق هذايا. دونك العاشوري هذايا بعد هالفاز دي جروب هذايا نتاع الشامبيونز ليج، بعد ما كان هو الخامس اقوى دريبلور يولي هو الرابع اقوى دريبلور في العالم. راهو معناها رابطه ابطال اقوى معناها مسابقه ب 32 دريبل مع ملاعبيه كبار. ربي يوفقه خويا العزيز، يلزمنا نعرفوا كيفاش نستغلوه. حكيتها برشا في الفيديوهات. اللاعب ذا اللي يعمل في موسم ممتاز السنه، زاد الشيء اللي يخليه معناها في الدوري الدنماركي السوبر ليغا وما يسميها يكون في التشكيله المثاليه. ان شاء الله كان يكمل هكا باش يكسر برشا ارقام قياسيه. السنه معناها مساهم، معناها نحكيو على الياس العاشوري في 13 بونت، معناها ماركي 4 وعاطي 9 اسيست هذوما يخليه يكون اكثر لاعب افريقي معناها مع اللاعبين اللي نعرفوهم الكل. فما برشا نجوم عاطي ديزاسيست، حاجه كبيره برشا. ربي يوفقه كيك يخلي المدرب الوطني يكون عنده برشا اختيارات. هاكم تشوفوا معناها عندنا التخمه القدام، المدرب ولات عنده مشكله شكون يختار. محليهم النوعيه نتاع المشاكل هذوما. قبل معناها كنا ديما براتيكمون عندنا الديفونسورات، عندنا ميليو، لكن في الاتاك معناها اخطر راس الحربه ديما عندنا مشاكل. محلاها نوعيه نتاع المشاكل هذوما. جوست المدرب لازم يعرف فاش يوظف. بون تلعب على اليمين على اليسار، تحكي مع العباد، كل واحد عنده الاختيارات نتاعو، كل مدرب عنده اختيارات نتاعو، لكن تنجم تلقى توليفه مزيانه برشا. وكي حكينا على الملاعبيه في الجولات اللي فارت تشامبيونز ليج، حنبال العيدوني والملاعبيه هذوما، ما نجموش ما نحكيوش زاد على سيف الله الطيف اللي البارح معناها عمل مباراه كبيره مع فريقه وينترتور في الدوري السويسري، عطى اسيست جديده كيف حل من الحلول باش يكون في الهجوم تاع المنتخب التونسي. تفرجت عليه الماتش رغم اللي التوقيت نتاع الماتش هذا تجي مع مباريات كبيره في الشامبيونز ليج، حاطط برشا ماتشات قدامي. دونك عطى اسيست وساهم باش الفريق نتاعو ينتصر. صحيح المدرب يخرج دقيقه 55، بون قعدت باهت في التغيير هذا رغم اللي عمل شوط عالمي بارفي على الاخر. معناها تصور انت لاعب يعمل لك 6 دريبل صحاح على 8، معناها فما ملاعبيه في ماتش كامل ما يعملوهمش. هذا راهو في الميتون الاول كيف ربح 11 دويل على 14. يجرب برشا معناها سيف الله الطيف في اللي فانت، وبرشا فيهم افيكاس، والدقه نتاع تمرير وقت خروج نتاعو 91%. دونك يخليه سنه معناها بالاسيست هذيا اللي عملها يكون معناها مساهم في 9 بونتوات، ماركي 7 وعاطي 3 اسيست، وثالث اقوى دريبلور في الدوري السويسري. ربي يوفقه وربي يحمي ملاعبيتنا من الاصابات، وان شاء الله نعملوا كوب دافريك مزيانه. حكينا على الكومبارتيمون تاع الاتاك، خلينا نمشيو نحكيو على الميليو وشكون ملاعبيه الميليو، خاصه اللي بعد الاصابه اللي باش يرجعوا. نحكيو على الياس الصخيري اللي الحمد لله عليه معناها الاصابه نتاعو كانت تمطط عضلي، معناها راح جمعتين 3 رجع للتمارين، قاعدين يهيئوا فيه الماتش نتاع نهار الاحد، ينجم ياخذ دقائق على حسب الاخبار الموجوده. ان شاء الله قبل الكوب دافريك يبدا حاضر الياس الصخيري. بيس ميتريس لازم يكون موجود في المنتخب التونسي. يمكن فما عباد ما يعجبهمش، يقول لك مش قاعد يقدم في نفس الاداء اللي قدم فيه في الفريق نتاعو. حكينا عليه برشا مرات علاش
يمكن ما يقدمش نفس الاداء على خاطر زاد التوظيف يمكن غلط، لي كونسيني غالطه، ربي وفقه. نحبوا احنا ملاعبيتنا الكل موجودين، كل موجودين. نحكيو زاد على انيس بن سليمان اللي قال لك معناه وعمل تصريح في واحده من الجرايد، تحسوا شيخ، تحسوا فرحان، خاصه بالاداء نتاعو في اخر مباراه لعب فيها 37 دقيقه مع شيفيلد يونايتد وانتصروا في المباراه هذه في الدوري الانجليزي. كيف معناه شيخ بالونترينور الجديد اللي يعطاه الفرصه نتاعو وقاعد يحكي معاه، يقول له شنو وين يرتاح، شنو البوست اللي يرتاح فيها، ربي وفقه. كيف ننتظروه في المنتخب التونسي. كي حكينا على الملاعبيه نتاع الميليو، شو ما نجموش ما نحكيوش على سامي شوشان لاعب برايتون. علاش نحكيو عليه؟ على خاطر باش يكون معناه في الليسته نتاع برايتون في المباراه الجايه بالطبيعه اللي تلعب ضد مارسي في الاوروبا ليج. بون صحيح عيطوا له زاده معناها المباراه اللي فاتت ما لعبوش، باش يعاودوا يعيطوا له. يمكن المباراه هذه ينجم ياخذ دقائق على خاطر ديجا معناها برايتون ترشحت معناها للدور القادم تاع الاوروبا ليج. لاعب قادم على مهل، قائد نتاع برايتون 21 عام، عنده امكانيات كبيره. بون طرحت الموضوع المره اللي فاتت، قلت لازم دعوته، فما عباد ما توافقنيش في الراي ذات، تقول لي معناها اللاعب ما لعبش الفريق الاول حتى مباراه باش تعيط له. بون نجم نتفهم بالطبيعه العباد كيف يقولوا لي معناها من المستحسن يمشي اعاره في البريود نتاع الكوب دافريكا هذيا، يلقى اكثر طون جو مع الفريق اللي باش يمشي له، خير معناها من اللي يجي المنتخب التونسي ويقعد معناها في الليسته. لنا اللي شفته معناها كل واحد عنده الراي نتاعو، زاد الدعوه نتاع المنتخب التونسي لازم تخليه يخدم اكثر، تكون له دفع معنوي. ونجم زاد نستحقوه خويا العزيز، ملاعبي معناها صغير عنده امكانيات باهيه ونجموا معناها نعملوا عليه. الا بعض معناها المحللين ولا الاعلاميين اللي في وقت مش بعيد برشا قالوا عليه الكلام هذا، دونك نسمعوه مع بعضنا. جو بار اللي جاو من الاوروب كل شكاره والبحر، شكاره والبحر، شكاره والبحر بيناتنا ليه؟ خلينا انا ديما خلينا في اللي يلعب في برايتون محدود ان شاء الله يلعب في بالبرازيل اصلا ماهوش ملاعبيه. يودي شنو هذه حكايه يلعب في برايتون ويلعب يا اخي شكون برايتون جيت تلعب بطوله تونسيه تكمل الاخر. راكم تشوفوا الجهبذ عبد الباقي بن مسعود معناها بالنسبه ليه فريق برايتون كي يلعب في البطوله الوطنيه يجي الاخراني يا والله حوال وبرا معناها كيفاش يوجهوا في الراي العام، رغم اللي الراي العام معناها ماهوش مصدقهم. حكينا على الكومبارتيمون نتاع الاتاك، حكينا على الكومبارتيمون نتاع الميليو، نحكيو على الاخبار نتاع الملاعبيه اللي يمكن مش باش يقع دعوتها معناها في القائمه الجايه نتاع الكوب دافريكا هذه على حسب دونك الاخبار الاخيره اللي ديجا العباد الكل اتفقت بعد لي ستاج اللي فاتوا انه معناها الملاعبيه اللي باش نحكيهم توا ما عادش عندهم اضافه كبيره برشا. شكون هم معناها الملاعبيه ذوما؟ نحكيو على الفرجاني ساسي اللي ساي معناها يلزم يعلق الصبات، الخنيسي اللي ما عنده حتى طرف اضافه، كيف في راس بالعربي، السليتي رغم اللي هو معناها يعمل في روندمون كبير معناها في الدوري نتاعو القطري ويقدم في مستويات كبيره، لكن في المنتخب التونسي ما قدمش برشا الستاج اللي فات. وعصام الجبالي اللي معناها يمكن ما يقعش الدعوه نتاعو بحكم اللاعب هذا بعد على التهديف معناها اخر بونتو ليه 5 اشهر التالي مع جامبا اوزاكا الياباني. يمكن معناها فما لاعب ولا اثنين يقع ادراجه في القائمه، كان فما اصابات لا قدر الله، وبالطبيعه ان شاء الله ما تصيرش اصابات ان شاء الله خويا، ان شاء الله الاسامي كما قلنا ذوما ما عادش نشوفوهم على خاطر ما عادش عندهم ما يزيدوا، وهكاك نلقاهم لاعبيه معناها جيعانين كوره عندهم ما يقدموا ويلعبوا في مستويات كبيره. خويا العزيز نكملوا نحكيو على مشكله من المشاكل اللي ينتظر فيها المنتخب التونسي، نحكيو على المشكله نتاع الدفاع على خاطر بصراحه ما عندناش كونكورونس كبيره برشا عكس توا الهجوم، نحكي بالطبيعه على الاجنحه ليزيليي. دونك هذاك علاش عملت معناها سونداج ولا سالت العباد في الانستغرام حسب رايكم شكونهم معناها المدافعين اللي نجموا يكونوا اساسيين مع الطالبي. دونك جاوني اقتراحات، دونك من الاقتراحات عمر رقيق، جلاسي نتاع ليتوال، يان فاليري، ياسين مرياح، ديلان برون وغرام. دونك تشوفوا هذوما الاقتراحات نتاع 6 مدافعين مع الطالبي. لكن الشيء اللي يجلب الانتباه معناها الاقتراحات هذه الكل اكثر واحد عنده بورسنتاج والعباد واثقه فيه ويقول لك ينجم معناها يكون حل مع الطالبي وكيك كان تألق نوليو نبنيو معاه للمستقبل هو عمر رقيق. يعني بون حاجه معناها يمكن ما كنتش ننتظرها. تعرف النسبه معناها نتاع العباد اللي عندها ثقه في عمر رقيق رغم اللي صحيح هو يلعب معناها في التروازيام ديفيزيون في الانجلتير مع فريق ويغن. دونك 59% العباد عندها ثقه في عمر رقيق بنسبه 59%. شكون يجي بعده؟ يجي بعده ياسين مرياح ب 17%. يقول لك صعيب معناها باش تبدل في الدفاع توا قادمين على كوب دافريك، خاصه انه الطالبي ومرياح متفاهمين مع بعضهم. الشيء هذا الراي هذا راني نحترمه على الاخر، قطع النظر على المردود معناها نتاع ياسين مرياح
مره الفوق مره لوطا ويعمل في الاخطاء كسوا مع الترجي ولا مع المنتخب التونسي. الثالث يجي جلاسي بنسبة 10% حاجة ليجيتيم على الاخر. بالطبيعة انتم اللي تفرجوا فيها نحب نعرف رايكم، شكون حسب رايكم معناها اللاعب اللي في الدفاع ينجم يكون مع الطالبي وهكاك هنينا على الدفاع. دونك كيف نحكيو على حراسة المرمى اللي سالة الحبر معناها، خاصة بعد الشك اللي دخل معناها في دحمان وفي التربصات الأخيرة نتاع المنتخب التونسي. حطينا بن سعيد بعد ما دحمان خسر البلاصة نتاعو. دونك لنا على حسب الأخبار الموجودة الإطار الفني باش يحافظ على الثلاثة الجول اللي اعتدنا عليهم، بشير بن سعيد، معز حسن وايمن دحمان، وباش يكون هو بشير بن سعيد الجول الاول معناها في الكوب دافريك. حكيت على الجول، نحب زاد نجلب الانتباه على المردود في الزوز مباريات الاخيره نتاع دحمان اللي عمل 2 كلين شيت. في المباراه قبل الاخرى اللي كلين شيت اللي عملهم ما فماش زاد الفريق اللي لعبوا كونتر ما عملش برشا تسديدات. دونك خرج بكلين شيت. يمكن الدفاع ولا خير من قبل، يمكن نفهموا اكثر. قطع النظر على الاسباب مهم برشا، راهو انه جول معناها ما يقبلش بونتوات. والحاجه تنجم تخلي الدحمان يمكن يخدم اكثر هو انه في الجوله الاخيره اختاروه في التشكيله المثاليه نتاع الدوري السعودي، عنده برشا دونك على الحاجات هذه. ان شاء الله يكمل يخدم على روحه، رغم اللي هو معناها مازال في فتره شك، معناها يلزم يكمل هكا في الكلين شيت في التالقات نتاعو. وان شاء الله في الميركاتو الجاي يعمل اختيار جديد ويختار الفريق يمكن مش بالضعف اللي شفناه مع فريقه هذا، على خاطر ما نتصورش الفريق نتاعو كان ضعيف في ليله ونهار ولا قوي في الدفاع. ربي معاه وربي مع ملاعبيتنا الكل، وربي يوفق الجميع. وان شاء الله كما قلت لكم لعبات شيخه نشوفوا حاجه في الكوب دافريك هذه، رغم اللي برشا عباد زاد يقولوا لك صعيب. هذا هو الفيديو نتاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، ونشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي حتى نقول لكم بالسلامه.